اهلا بيكم في حلقه جديده من فويكاست. النهارده معانا مصور الفنان احمد المعصراوي. يلا نشوف الدنيا من عينه. عامل ايه يا احمد؟ الحمد لله كله تمام. رب دايما كده. الحمد لله. مصورين كتير اول ما بتبدا في مجال التصوير بيكون بتواجهها شويه مشاكل كده، عارف انت اللي هو ايه، ما تعرفش تبحث عنها فين او تلاقي لها الردود بتاعتها فين، فاهمني؟ فاحنا بما اننا يعني ايه الى حد ما وانت اكتر آه، مصور، واكيد كنت مصور مبتدئ وحاليا اكيد. مصور في مرحله افضل، تمام؟ فاكيد مر عليك الاسئله دي ولقيت حلول ليها بعد كده، تمام؟ يعني اثناء الطريق لقيت حلول. فاحنا كنا جمعنا شويه اسئله، تمام؟ الناس سألاها وشويه حاجات كده انا حابب ان احنا نتناقش فيها مع بعض. هنسألها لك وانت رد على الناس بقى، قول لهم الحلول للمواضيع دي ايه، تمام؟ او نحاول تمام. نتناقش فيها مع بعض، نوصل لحلول فيها مع بعض، تمام؟ تمام. تمام. اول بوينت كنت حابب اتناقش معاك فيها، بحس ان المصورين كتير في الاول بتقع فيها، تمام؟ وهي ان هو يستثمر في المعدات ولا يستثمر في نفسه ولا يستثمر في الماركتينج. يعني اي مصور بيبدا يبقى معاه ميزانيه معينه، تمام؟ فبيبقى مش عارف يستثمر في ايه من الثلاث حاجات دول. في كتير مثلا من الناس او المعظم بتحس ان هو بيستثمر في المعدات بشكل مباشر بكثره، تمام؟ وما بيهتمش بباقي الجوانب التانية اللي هي زي انه يستثمر في نفسه، هو انه يتعلم او يطور من نفسه، او انه يستثمر في الماركتينج لشغله يعني. تمام، احنا السؤال ده هنجاوب عليه من وجهة نظر اتنين: كبيجنر وكمصور اوريدي شغال في السوق بقاله سنتين تلاتة مثلا. هنتكلم على الجزء اللي هو المبتدئ مثلا. اول ما المصور مبتدئ مثلا، اول ما يبدأ، هل هو البادجت اللي معاه يوجهها في المعدات اكتر، ولا للماركتينج، ولا ليه انه يطور من نفسه عن طريق ينمي مهاراته عن طريق كورسات او كده؟ انا من وجهة نظري اهم حاجة مش المعدات. اهم حاجة من وجهة نظري انا كبداية كبيجنر انه يطور من نفسه هو. يعني دايما كنت بنصح المصورين، يعني اللي هو يتعلم قبل ما يشتري كاميرا. يعني انت داخل مجال التصوير، اتعلم بيزكس، على الاقل بيزكس، وحاول تدخل لمرحلة ادفانسد وتأجر كاميرا. يعني من غير ما اقطع عليك، انت قصدك ان الاولويه في الاول خالص ان انا اكون استثمر في نفسي في الاول بالظبط، خالص، دي عن اول حاجه. استثمر في مهاراتي، بالظبط. عن طريق اللي انا انميها، عن طريق اللي انا اتعلم بيزكس، اخش في مرحله الاحتراف واحده واحده. ما اشتريش كاميرا لغايه دلوقتي. تمام. ابدا جميل. انزل اوردرات فور فري، اصور اصحابي، يعني احاول اعمل داتا اللي انا انزل اصور في ارض الواقع. مهم جدا ان انا انزل اصور في ارض الواقع بالنسبه لي. تمام. تاني نقطة المهمة بالنسبة لي، خلينا نقول المعدات دي آخر حاجة. يعني بالنسبة لي المعدات دي آخر حاجة. يعني أنا بشوف ناس بتصور بالموبايل، واهم حاجه بالنسبه لي الكونتنت اللي هو بيصوره، مش اكيد. المعدات اللي بتصور. في ناس بتصور بالموبايل فيديو وصور بتلاقي حلوه جدا، معموله باحترافيه ومصوره بالاخر لان بالموبايل، هو فاهم، يعني ما فاهم جابش ازاي معدات. يكون الصوره، بالظبط. فاهم ازاي بالظبط، ينورها. لان التصوير في الاساس هو لايتنج وكومبوزيشن. ده التصوير، بالظبط. اضاءه وتكوين. تبقى عارف الاتنين دول، وعلى علم قدر كافي بيهم هما الاتنين. تصور بكاميرا، تصور بار 6، تصور بار 850، اي كاميرا باي عدسه هتعرف تطلع شغل، مادام انت عندك معرفة بالأساسيات أو عندك معرفة بالتصوير. فاهم ازاي م. تستخدمهم صح تطلع بالظبط. منهم اقوى حاجه. بالظبط، في ناس حتى بيصوروا بموبايلات، مش عالية، ويطلعوا شغل. بالظبط. هو راجل بيعرف يلون كويس، بيعرف يعمل اديتنج كويس، بيعرف يجيب، فاهم الإضاءة الطبيعية دي ازاي، الإضاءة الصناعية ازاي، وامتى استخدم دي وامتى استخدم دي. فهمت الفكرة؟ تاني حاجة انه يبني دايرة علاقاته قبل ما ينزل السوق. يعني انا اهو اقعد سنة اشتغل فور فري عادي، ما عنديش مشكلة، والسنه دي اجر فيها معدات. ممكن ما يبقاش فور فري بقدر ان انا اجيب حق الكوست بتاعت الاوردر. ده هيعلمني وفي نفس الوقت بالظبط. هيخليني معايا داتا زي ما انت السنه قلت. دي واحد يقول لك انا مش هشتغل ببلاش، لا لازم تشتغل ببلاش. كلنا اشتغلنا ببلاش، وكلنا نزلنا عملنا داتا. وده برضو يعتبر نوع من الاستثمار في نفسه برضو، يعني ايا يكن. مش شرط يكون الاستثمار كفلوس بس، هو برضو كمجهود. هنا استثمر في نفسه مجهود زيادة، ان هو نزوله ده يعلمه، ونزوله ده يخليه يبقى معاه الداتا اكتر، يعرف ازاي يتعامل حتى مع الناس اكتر. يعني حتى نتطرق دلوقتي في اسئلة عن ازاي اصلا يتعامل مع العملاء بعد كده. فهو لو فعلا عامل كده من الاول هتلاقيه عنده شوية معلومات ومساحة كده في طريقة تعامله ان هو ازاي في يتعامل امور معاهم. حياتيه بعيده عن التصوير. بالظبط. فاهم الفكره؟ يعني احنا دلوقتي مثلا لو هندي مثال، انا واحد مش مصور، هو مش مصور، واحد مبتدئ معاه 50,000 جنيه. تمام. عايز هيقول لك بقى انا اروح اشتري كاميرا وعدسه وفلاش ب50,000 جنيه. ده غلط. انا من رايي 15,000 جنيه ماركتينج، وانه يعمل داتا، وان مثلا يجيب موديل، ولد وبنت، يديهم فلوس، يحجز مكان، يصور. بس الكلام ده بعد ما يتعلم، اكيد. تمام، بعد اكيد. ما يعرف الاساسيات. يشتري كورسات مدفوعه،
لان مش كل الكورسات اللي موجوده فور فري كلها كورسات يعني فيها قيمه عاليه. الكورسات بالظبط المدفوعه يعني بيبقى فيها قيمه ما عاليه بيكونش اكتر. فيها كل حاجه يعني انت لو اشتريت كورس مثلا ب5-6 آلاف جنيه هينقلك لمرحله تانية خالص من على اي موقع من المواقع المدفوعه. لا، وغير كده برضو الكورسات المدفوعة اللي بتكون لايف اكتر، تمام، لما بتتواصل مع الانستراكتور بتعرف ان انت ايه، في معلومات كتير كده صغيرة جدا مهما كان اي كورس مصور ما يعني ما بتوصلكش بسهولة زي لما انت تسأل في تريكات صغيرة قوي فيقولها لك. تروح تحضر كورسات في ارض الواقع، ورك شوبس. انا بالنسبه لي الورك شوب اهم من الكورس. ورك شوب بنقول فيها تيبس كده وحاجات كده تريكات. يعني اللي عارف البيزكس، انا بنصيحتي كمصور عارف البيزكس يروح ورك شوب ما يروحش كورس، اكيد. كده اوريدي وعارف البيزكس. المعظم على فكرة الكورسات في مصر اصلا هي ما بتديش غير البيزكس، يعني انت اي بالظبط كورس تصوير في بالظبط مصر خش مثلث بيزكس، التعريض الحاجات اللي هي يعرفها في 2-3 على اليوتيوب. بالظبط. فاهم فكرة؟ لكن انا بتكلم دلوقتي في ورك شوب هيعرفه في ارض الواقع يشتغل ازاي. مثلا لو الانستراكتور جاب موديل واشتغل عليها قدام الناس، الموضوع ده بيبقى مفيد جدا. يعني انا بنصح دايما، خلينا لو معاك بادجت، انا بدي مثال 50,000 جنيه، هات ب35 معدات وهات وال15 وجههم لحاجة تانية خالص، بالظبط. ان انت تتعلم. وقبل ما تجيب بال35 دول المعدات اتعلم الاول. طيب هيجي حد بقى هنا يسألك سؤال بسيط جدا، وهو طب ما انا ال 35,000 دي مش هتجيب لي حاجة. انت يعني انت بتتكلم دلوقتي ستارت اب، تمام، في المعدات اللي في السوق او اللي هي منتشرة في السوق اللي المفروض انا اجيبها، تمام، او اللي السوق فرض عليا ان انا اجيبها، هتعدي الرقم ده بكتير. انا ال 50 دي مش هتجيب لي اصلا حق، يعني يا دوب بادي، مش هتجيب عدسة معاه. فهمتك. تمام. في الحالة دي يعني انا مثلا معايا بادجت، خلينا نقول المثال لاني مش عارف الاسعار قوي دلوقتي. لو قلنا 35 مثلا، حلو. هو معاه 50، انا من رأيي 15 يحطهم في يعمل شغل قوي وإديتور وموديل وكده، وال 35 يجيب بيهم معدات. المعدات بقى يجيبها ازاي؟ ما يروحش يجيب معدات زي كل الناس ما بتجيب. هو مفكر انه لو جاب المعدات دي هيطلع الشغل ده غلط. انت بالظبط. مش الشخص ده. هتطلع الشغل ده لو دماغ الشخص التاني اتحطت في دماغك. ده الحاجة الوحيدة اللي انت تطلع الشغل. لكن انت كمعدات ملهاش علاقة خالص. يعني مش شرط تقول انا عايز اصور زي سين، ده سين بيصور بعدسة 16، فانا هجيب 16 عشان اصور زيه. ده غلط، اكبر غلط ممكن تعمله. بروح ادفع، بيدفع فلوس زياده كتير في عدسه معينه، تمام، الشخص التاني ده عدى وقت كبير جدا على ما يعني على ما اتعلم انه يستخدم اصلا العدسه دي ويطلع بيها الشغل ده. فرق هو واضح له. يعني انا لو جبت لك مثال مثلا 85 1.8، اللي هي ال 85 اللي هي الكانون الكانون مثلا العاديه، او النيكون، والسيجما ارت، الفرق الواضح لكل الناس 1.8 و1.4، لو لايت وعزل اكتر وبتاع. هل انت كبيجنر عارف ان انت اكيد عارف الفرق، بس عارف هتستخدم الفرق ده امتى وليه وهيفيدك بايه وعشان ايه مفيش وازاي الكلام ده. لا. هو اضرب طب على هتجيب الكاميرا، ليه فاهم؟ 85 سيجما ارت؟ يعني هي هات العاديه. ترند، فاهم؟ ترند، هو كله هي ترند دي دلوقتي اللي ماشي، فانا بالظبط. هجيبها. في عدسه للكانون انا كنت هجيبها 15 35، العدسه دي غاليه، تمام، انا جبت 16 ار اف. طلعت معاك النتيجه اللي انت عايزها، بالظبط. سعر اقل، اللي تمام. بيجيب 15 35 عشان الكادر 15 اصلا، يعني مش حلو. عشان الكادر 35. ايوه انا تمام. فاهم. انا جبت 16 ار اف، العدسه دي مش غاليه. ما فرقتش كتير ال 15 من ال في 16. فرق في الكواليتي، بس ماشي. الكواليتي ده مش هيظهر ولا الكلاينت ولا المصورين ولا هيظهر لاي حد. بالظبط، بالذات ان احنا يعني حاليا بنتكلم يعني بشكل اكبر عن مجال الويدنج، يعني احنا متخصصين بالظبط. اكتر في احنا مجال بتصورش الويدنج، فاحنا كوميرشال بنتكلم في ولا مجال بتصور الويدنج. ولا ريال استيت. انت بتصورش ريال استيت او بتصور اركتشر او بتصور مباني او كده عشان تجيب عدسه بقى تبين لك التكتشر بتاع المباني والالوان بقى دقيقه في عدسات اسمها تيلت شيفت او الحاجات دي اللي بتصور المباني بابعاد معينه. لا، انت ما بتصورش كده، بتصور ويدنج. بالظبط. فيعني انت الفكره كلها في المومنت اكتر برضو. بس انت المومنت دي كمان تتاخد يعني بكادر عامل ازاي، فاهم، في تكوين عامل يعني ازاي. بالنسبه لي المعدات الايديال للمصوريه، بتكلم عن نيكون بالاخص، يعني المعدات الايديال الواحد يجيب 750 لو معاه البادجت بتاعتها، وعدسه 50 1.8، انزل اشتغل. والله تكون على فكره متعلم، اكيد طبعا تكون تكون متعلم. فاهم ازاي تستخدمهم صح. ففرضا العروسه مثلا جايبه فستان صغير تايبس مثلا، فالكادر بتاعك الرينج بتاعه ايه؟ قليل، فانت مش محتاج 16. اصلا المصورين بيجيبوا عدد 16 ليه او 14؟ عشان الفستان بيبقى كبير وديل بقى والسلالم والجو ده. لكن انت اصلا العريس والعروسه ماشيين في سبيس قليله، فانت 50 حلو، هتاخد بقى كل حاجه. فعلا خد بقى بورتريه، خد بقى كل حاجه، بس مش هتاخد بقى اكستريم كلوز، يعني مش هتقرب تاخد بيها الكادر ده. بالظبط، لان هيبقى فاهم في الفكره؟ تاخد بورتريه. انت الدنيا بايظة تاخد الكادر خالص. ده ليه اصلا يعني؟ في كمان برضو النقطة دي، ان في حاجات معينة هي مش شرط، يعني
مش لازم اجيب شوت مثلا الترا وايد. يعني انا بالظبط عادي، انا لو مش قعدت في كل شغلي يعني انت لو معاك عدسه دلوقتي الترا وايد، انت ممكن ما معاك، انا معايا استخدمهاش. مثلا عدسه الترا وايد حلو، مش بستخدمها في كل يعني السيشنات. اقول يعني لك عادي انا الكلاينت ما بيرفضش الشغل لما ما انا اصلا بستخدمهاش. معظم الكلاينتس في مصر بيعجبهم الشغل الميديوم، واللي هو الفول بادي مثلا، واللوكيشن ظاهر بعزل كده بسيط، والكلوز. بالظبط. الالترا وايد ده اصلا انا بعمله 10% او اقل من السيشن، انا حاطط له كده 10% من السيشن. تمام. الكله انا ما بشيلش مثلا 85 و50 من الكاميرا. على فكره هو معظم كده فاهم. فمش يعني ايه الموضوع، مش بالمساحه اللي المصور بيديها لنفسه الاول، ان انا محتاج كميه معدات رهيبه، 3 4 عدسات عشان اعرف ان انا ابدا، و3 4 مسار اضاءه برضو. يعني لا خالص يعني. ادي لحد بروفيشنال 700 كروب فريم وعدسه 50 جي، عدسة 50 1.8، وخليه يطلع شغل ناتشورال لايت او حتى بإضاءة في مكان، ومعاه كلاينت يساعده يطلع برضو منهم شغل. شوف هيطلع شغل عامل ازاي، بس حد بروفيشنال، حد بيعرف يلعب بالإضاءة، حد بيعرف في تكوين كويس. مش شرط بقى اخد بقى الكادر الالترا وايد، والالترا وايد مهم بس ما اخدوش بقى اللي هو ديستورشن. الكادر ده لو مش موجود السيشن مش هيخس حاجة. بالظبط. فمش لازم ان انا اروح ادفع فاهم، ويعني حرفيا ابوظ ميزانيتي كلها في المعدات عشان مثلا عدسه زي دي. وكذلك الإضاءة، يعني في ناس في الإضاءة، يعني أصلا الكونتينيوس لايت أنا من وجهة نظري مفيدة. هي أصلا مخترعينها عشان الفيديو، يعني حلو اختراع اه. الكونتينيوس لايت أصلا عشان تصوير اكيد اه. الفيديو، لأنه كونتينيوس لايت. تمام. في ناس بيصوروا بقى صور وده بيبقى حلو، بيديك افكت حلو وكل حاجة. بس في ناس اوريدي معاها هدات ومعاها فلاشات وكده شغالين بيها، يقوم جايب يعني اوفر بادجت عليه، يعني ممكن يجيبها حتى بالقسط او يعمل جمعيه ويجيب تيوبات فوقيها. طب انت بتجيب تيوبات هتديك نفس الافكت. انا بص هرجع برضو للنقطه التانية اللي كنت ادي بقولها من بدل دي. شويه، عشان هي برضو يعني ايه، هما تحس المصورين الى حد ما عندهم، عارف انت في ترند عندنا كده بالظبط في بالظبط. المعدات. انا مش بدور على ايه اكتر حاجه هتفيدني او ايه اكتر حاجه هعرف اطلع منها اكتر حاجه شغل، موجوده في على السوق. مال ايه اكتر حاجه موجوده في السوق، وشايف الناس اللي معايا اللي حواليا معاها تمام، يبقى اذا انا لو معايا الحاجه دي هطلع شغل زيه. بس لا خالص يعني، انت لو معاك نفس الحاجه دي مش هتطلع شغل زيه خالص، لان انت مش بنفس دماغه زي ما انت قلت من في شويه. حاجات بتبقى من المستحيلات، بمعنى يعني انا شايف واي حد شايف من المستحيلات ان اصور بايدي 600 فيديو. ده اسمه ده مستحيلات. اكيد طبعا. ده اللي هو لازم كونتينيوس لايت معاه. اكيد طبعا. وفي كونتينيوس لايت اصلا كهدات اللي هي الفيشه دي، في الاف في والاس ال والحاجات دي، في حاجات بدائل ارخص. يعني في مثلا اف في واس ال، ممكن يقول لك الفرق ما بينهم ده سايلنت، موتور سايلنت، وده موتور بتاعه صوته عالي. طب انت بتصور افراح، مثلا انت عايز الموتور الصوت في ايه سايلنت اصلا؟ ايه؟ يعني انا ما بتصورش مثلا هتعمل انترفيوهات، ما بتصورش ايه؟ بودكاست زي هنا كده فمحتاج الصوت، لا انت يعني عادي قشطه يعني. فاهم فكره. وفي براندات كتير طالعه غير جودكس بتديك بدائل ارخص. انت برضو بتصور افراح، مش بقلل من تصوير افراح، من تصوير افراح برضو، من تصوير انواع التصوير المهمه، بس الكواليتي اوف لايت اللي هتطلع لك من الهيد مش هتبان، مش هتظهر، لان كل ما الهيد البراند بتاعه عالي الكواليتي اوف لايت يعني انا عالي. عايز اقول لك ان انا لسه قبل ما نبدا، لما كنت بوريك صور كده، مش عارف وريتك حاجه مصورها بيوتيوب ولا لا، او تمام. ممكن لو ما وريتكش ابقى اوريك توريتني بعد ما الصوره اخلص الالترا تصوير. وايد تمام. لعلمك يعني انا التيوب اللي انا مستخدمه في الحاجات دي هو تيوب حرفيا يعني براند مش نان لايت. مش نان لايت ولا جودكس، براند عادي خالص فاهم، جديد حتى يعني، كنت كده بنجربه مع الستور وبتاع، فلا ومطلع نتائج قشطه هو يعني رايقه على جدا. فكرة انت في تصوير افراح نان لايت جودكس اي براند كتيوب هيديك نفس النتيجة. تفرق في حالة واحدة، انت راجل بتصور اعلانات او كوميرشال، بالظبط. انت فانت راجل بقى بقى شغال هيفرق معاك الالوان، اللون قوي. شغال بالشعر بقى على دافينجي ريزولف، بقى بالشعر شغال اللون ده 1% فيه ماينس واحد، ده اللي الالوان تفرق. بالظبط. التمبريتشر او درجة حرارة اللون هتفرق معاك. لكن انا لو في ويدنج، تجيب له معدات حلوة بس تجيب له اللي انت محتاجه. وانا هديك مثال، انا مثلا انا لو انا متعلم تصوير وعندي معرفة بالتصوير، اروح اجيب 750 تمام، واجيب عدسة 50 جي تمام، ولو معايا 15 20 الف جنيه تانيين اعلانات ممولة تمام، اديتورز يشتغلوا معايا يعلوا لي من الشغل او يدوني شغل افضل ما انا هعمله، ده طبيعي لان ده اديتور. اكيد. طيب يعني انا كده يعتبر سألتك في معظم الحاجات اللي كانت يعني ايه الناس طالبة مني ان انا اسألها، والافكار اللي كانت في دماغي. تمام.
يعني مش حابب ان دي تكون قاعده وحيده، يعني لو عرفنا ان احنا نعمل قعدات زي كده تاني، نجمع اسئله تاني، يعني لو الناس عندها اي اسئله تاني ممكن نناقشها بالشكل ده، تقدر تبعت لنا. تمام، انا واحمد نقدر نرد عليكم. في ناس الفتره الجايه تانية هيكون معانا اديتورز باذن الله، هيكون معانا فيديوجرافرز، هيكون معانا حاجات في كل مجالات التصوير. فاي حاجه محتاجين تسالوا فيها هيكون معانا مونتيرز برضو، تسالوا فيها في التصوير تقدروا تسالونا، وباذن الله نحاول ان احنا في الفتره الجايه نعمل فيديوز نبدا نتناقش فيها الاسئله بتاعتكم دي. بجد انا يعني مش عايز اقوم فاهم. حبيت القعده. احمد برضو على الانستجرام عنده بيعمل محتوى كتير جدا عن التصوير، تمام، وفي ورك شوبس هو بيديها، بينزل منها اجزاء كتير جدا عنده على الاكونت ده، يعني كده فور فري. بجد مفيد جدا جدا جدا. يعني لو اي حد يعني شايف الفيديو هنا هو ما يعرفش احمد مثلا في الاساس، فيروح بجد هيستفاد بشكل رهيب يعني. حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. كده بعد